السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. النهاردة جايلكم بفيديو جديد ويوم جديد إن شاء الله يعجبكم. هنعمل معاكم كده طريقة العيش الفينو. بمناسبة بقى دخول المدارس بقى، كل سنة وانتم طيبين. بطريقة سهلة وبسيطة خالص. أنا هعمل نص كيلو، بس نص كيلو من الدقيق. هبدأ كده، هنخل الدقيق. هجيب بكوباية كده وانخله عشان ميبقاش فيه أي حاجة في الدقيق. نص كيلو بس، انتوا بقى حابين تزودوا الكمية اللي انتوا عايزينها براحتكم خالص. يلا بقى يا جماعة كده، اللي لسه مشتركش في يوميات هنا ينزل يشترك ويفعل الجرس ويحط اللايك عشان القناة تكبر بيكم كده. هنا خلاص خلصت الكمية، انا خلتها كلها النص كيلو. هنبدأ نشوف بقى المقادير بتاعتنا والمكونات كلها ايه. هنا معايا معلقة بيكنج باودر اللي هي بالمعلقة دي، معلقة كبيرة بيكنج باودر. وهنا مع برضو نفس المعلقة خميرة فورية، هحطها في نص كوباية مية دافية واحط عليها معلقة سكر. جبت معلقة السكر كده وهدوبهم واسيبها لما انا ممكن احط الخميرة على الدقيق، بس انا بحبها كده بتبقى اسرع، وبعرف ان الخميرة مفعولها حلو معايا كده وبتبقى متنشطة وحلو. زي ما بيعملوا لها اختبار كده، اما تحطوها في مية دافية وتحطوا عليها السكر بتشوفوا الخميرة نتيجتها حلوة ولا لا. انا سبتها بقى في الكوباية كده لحد ما اشوف النتيجة بتاعتها. وهجيب بقى مية دافية، هبدأ استعمل بقى شوية بشوية. انا نص كيلو دي اخد معايا مج ونص مية من المج الابيض اللي انا بعمل فيه، وحطيت بقى رشة صغيرة من الملح. يبقى الدقيق ما حطيتش عليه غير معلقة بيكنج باودر ورشة صغيرة من الملح. وهبدأ بقى الدقيق المية بحطها تدريجي كده. ببدأ بقى الم العجينة عشان ادوب الدقيق ده خالص. هنا سبت المعلقة وهشتغل بايدي. وجبت زيت، هحط بقى معادل 3 معالق من الزيت بالظبط. نص كيلو دقيق هحط له 3 معالق من الزيت. هنا الخميرة بقى لو انتم ملاحظين فارت معايا كده كويسة، والفقاقيع اللي انتم شايفينها كده مفعول الخميرة كويس. هبدأ بقى ألمّها وأعجنها كويس وأرجع لكم تاني. هنا العجينة بعد ما خلصتها، على فكرة أنا شِلتها من الطبق وكمّلتها عجينة على الرخامة. هنا خلاص خلصت معايا واتأكدت إن هي ما عادش فيها أي تلزيق. هابدأ بقى أحط كده في أرضية الطبق ده شوية زيت، وهاسيبها كده وأحط على وشها برضه، وأغطّيها بقى بأي كيس بلاستيك يكون نضيف، وأسيبها شوية لمّا تتخمّر خالص. باقول لكم استعملت كوباية ونُص للنُص كيلو دي من المَج اللي أنتم شايفينه كده مَيّة. هنا ما شاء الله حجمها اتضاعف معايا أهو. هابدأ بقى أقطّعها وأسيبها برضه بعد التقطيع ترتاح لها 10 دقايق. بس هنا أنا باطلّع بقى الخُمرة من العجينة خالص، باطلّع أي هوا جواها. هاجيب صينية وأبدأ أقطّعها بقى الحجم اللي انتم عايزينه. يعني وارد يطلع معاكم واحدة صغيرة وواحدة كبيرة، يعني عادي. هاحاول كده أقطّعها قطع متساوية. شُفتوا ملمس العجينة ناعم معايا إزاي؟ امشوا بالمقادير دي مضبوطة إن شاء الله هيطلع معاكم كويس. هاخلّص بقى الكمية وأرجع لكم تاني. كده خلّصتها. النص كيلو دول عمل معايا 15 واحدة من دي، 15 قطعة.
النص كيلو دي عمل معايا 15 قطعة، ممكن ياخد من أكتر أو أقل حسب التقطيعة اللي انتوا عاملينها، حسب الحجم اللي انتوا استعملتوه، بس هو عمل معايا 15 واحدة. هادهن دهنة كده صغيرة من الزيت، طبعا بعد ما سبت العجين اللي انا قطعته 10 دقايق، ده بعد ما الساب 10 دقايق يرتاح شوية. دهنت دهنة كده بسيطة على الرخام أو على الحاجة اللي انتوا هتخبزوا عليها، تفردوا عليها، وهبدأ أفرد بقى كده من غير ولا نشابة ولا أي حاجة بتفرد العجين. هي العجينة طرية مش مستاهلة، بإيدي كده على طول. كده خلاص هبدأ أبرم بقى ألف العجينة معايا كده. هلف كده وأنا بلف أحاول أقفل كده عشان الهواء ما يخرجش منها. هقفل برضو كويس الجنب المفتوح ده، اتأكد ان هو اتقفل عشان ما يفتحش معايا، واقفل ايه الحروف كده من الجنب، ده اهم حاجة عشان الهواء ما يخرجش من جوه. بعد ما تقفلوا كده الجنب ايه تلفوها شوية كده على الرخام. انا جبت هنا الصاج بتاع الفرن بتاعي اللي هو بتاع الفرن، طبعا ما عنديش ورق زبدة فجبت ورق ابيض عادي ودهنته كده رشة من الزيت وهحط عليه. هعمل كله بنفس الطريقة كده واحطه على الصاج ده اللي انا حطيت عليه الورق الابيض. عندكم ورق زبدة يبقى احسن، لان انا هعمله في فرن البوتاجاز. طبعا في الوقت اللي انا ببدأ افرد فيه العجين الفرن يكون شغال من دلوقتي، الفرن يكون شغال دلوقتي عشان يبقى عايز يبقى يكون حمى شوية اكتر يعني. بلم وبقفل وانا بلم. على فكرة مش بياخد وقت خالص، هو الوقت اللي بياخده ان هو بيتخمر على كذا على مراحل كده. يعني انتوا اول ما بتعجنوا العجينة بتسيبوه يتخمر كويس، وبعد ما تتقطع بتسيبوها تتخمر كمان، وبعد ما بعمله كده هسيبه برضو زي ما انا خلصت الكمية بتاعت كده. هنا كنت بقول لكم ان هو عمل 15 رغيف. طبعا اللي انا عملته في الاول اللي هو في الاول ملاحظين حجمه ضعف عن اللي معمول في الاخر لسه. هغطيه برضو بكيس بلاستيك وهسيبه كمان 10 دقايق، مش هدخله الفرن دلوقتي، الفرن شغال بس مش هدخله دلوقتي. بقول لكم الفرشه دي انا هدهنه دهنه من الزيت كده قبل ما ادخله الفرن. هنا خلاص دخلت الفرن. انا كنت حاطاه على الرف اللي اللي قبل الاخير على طول، ورجعت نقلته بقى في الرف اللي في النص، واول ما اخد لون من تحت واستوى شغلته الشوايه. اول ما طلع برضو بديله كده رشه من الزيت، وعليها كمان ايه رشه من الميه، زيت على ميه كده عشان يديله طراوه، وتغطيه بكيس بلاستيك كده او بملايه نضيفه وبتسيبيه شويه. هنا بعد ما اديت له رشه من الزيت على الميه غطيته بالكيس شويه وكده وسبته متغطي. شفته ما شاء الله منتفخ وحلو. الكاميرا كمان زي اللون بتاعه، بس هو والله ما شاء الله ما خدش وقت خالص في الفرن. شوفوا ما اتغطى بقى، هو اول ما بيطلع بيبقى ناشف شويه، اول ما تدوله البخه كده اللي بقول لكم عليها من الميه او من الزيت وتغطوه شويه، حتى لو انتوا ما عملتوش كده برضه هو بيطرى ما تتغطى. ده ممكن بقى تعملوا كميات كبيره وبتعينوه في اكياس كده في الفريزر وتطلعوا منه كده يفك. ايه رايكم بقى؟ نص كيلو دقيق عملنا كميه حلوه اهو من العيش الفين. يا رب الفيديو بتاعنا يكون عجبكم، ما تنسوش بقى اللايك يا جماعه والكومنت الحلو بتاعكم. انا كنت بقطع لكم واحده ولسه كمان ما بريتش قوي، بس طري فيه طراوه يعني مش ناشف ولا حاجه، والعجينه مفتحه معايا من جوه ومفيش فيها اي حاجه. يلا بقى ابداوا اعملوا بقى عشان ايه دخول المدارس، وهحطوه عندكم في الفريزر وبيطلع بقى من الكيس بتاعه اكنه لسه طازه.